مساء الخير، مساء السعادة، مساء الفرحة لأجمل فرورات. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايين بروتين كده من المطبخ. هنعمل كل سنة وانتم طيبين. اولا هنعمل القلقاس عيد الغطاس. كل سنة وانتم طيبين بطريقة سهلة وبسيطة لكل محبين القلقاس. ويا رب تبقى سنة سعيدة عليكم بإذن الله. عملنا قلقاس ولحمة، وكنت عاملة محشي قبليها بيوم، سويته يعني معاكم. تمام. انا هنا معايا كيلو من اللحمة. طلعت كده اللحمة بتاعتي وغسلتها، وهبدأ اشوحها بمعلقة من السمنة. بتبقى بتخلي طعم الشوربة حلو قوي. جربي كده تسلقي اللحمة. قبل ما تسلقي اللحمة شوحيها الاول بمعلقة سمنة بلدي كده، وحط لها البهارات بتاعتها، التوابل يعني بتاعتها، وشوفي طعم الشوربة قد ايه جميلة وقد ايه حلوة. بس ما تنسوش تدعموني كومنت حلو منكم ولايك حلو ودعوة حلوة قوي منكم. هنا نزلت باللحمة بتاعتي، وهبدأ اشوح اللحمة بتاعتي كويس كده من الناحيتين. هنا هبدأ ان انا حاسة الحلة كده صغيرة على الشوربة، يعني اما اجي احط المية فهغير الحلة. تمام. هنا حطيت سنة من الفلفل الاسود، حوالي ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهبدأ اشوح وشمي بقى. اول ما تحطي الفلفل الاسود كده على اللحمة وانت بتشوحيها بمعلقة السمنة البلدي، هتشمي ريحة اللحمة بجد بتبقى حلوة خالص. هنا معايا كان قرقشتين كده، كده حطيتهم يتشوحوا برضو مع اللحمة، ومعلية النار كده، اشوح في اللحمة كويس. هنا طبعا معايا البصلة بتاعتي والطماطم، ومعايا كبابة صيني، ومعايا ورق رورو حبهان وقرنفل. انزل بالتوابل بتاعتي ديت على اللحمة، واشوح فيها. هنا انا حسيت ان الحله مش عارفه اخد راحتي في التقليب في الحله، وبالذات لما نزلت الشرب الميه. فهبدا ان انا هنقلها في حله اكبر. بصوا هنا نزلت بقى بالميه مغليه، ولازم ميه مغليه علشان اللحمه ما تجمش معاكي، تبقى ناشفه. لازم تنزلي بميه سخنه. تمام. هنا بقولك هجيب الحلة الاكبر كده وهفضيها في الحلة، علشان اعرف يعني اقلب وكده، واخد راحتي في التقليب. وكمان اللحمة تاخد راحتها في التسوية. هنا بدأت نزلت ببقية المية، وطبعا هسيب اللحمة طبعا تغلي، واول ما تطلع الريمة بتاعتها هبدأ ان انا اشيل الريمة بتاعتها اول باول. هنا بدأت تطلع الريمة بتاعتها. هبدأ بقى اشير كده اي حاجة على الوش كده، على وش الشوربة، عشان الشوربة تبقى صافية كده وجميلة. معلش انا بسجل الفيديو ده النهاردة، وهينزل لكم برضو النهاردة بإذن الله على بالليل. علشان خاطر هو المفروض كان نزل من يومين، علشان بس خاطر بس ظروف ودعوة حلوة منكم، علشان عندي ظروف يعني كده، وداخلة عمليات. دعوة بقى حلوة منكم علشان ان انا هاخر يعني شوية في تنزيل فيديوهات، ان انا مش هقدر اصور فيديوهات دلوقتي تاني. مفيش غير فيديو هينزل بعد ده، روتين مارينا عاملاه بتاع الأوضة. ده اللي هينزل بعد الفيديو دوت. لكن بعد كده هبدأ ان انا يعني هتأخر حيث ما ربنا ياخد بإيدي كده، واقوم بألف سلامة ان شاء الله لأولادي. وهبدأ ان انا بإذن الله هعمل لكم فيديوهات تاني، هنزل لكم فيديوهات. لكن عاوزة دعوة حلوة منكم ليا، وتقولوا لي الفيديو ده وصل لحد فين، بلد ايه، واكتبوا لي دعوة حلوة منكم. واي حد يدخل جديد يقول لي هو منين وشرفني. وكومنت حلو منكم. وما تنسوش بالله عليكم علشان خاطر ربنا اللايك بتاعكم، عشان اللايك ده هو اللي بيشجعني. هنا بدأت جبت القلقاسة. انا جبت قلقاسة واحدة علشان خاطر القلقاسة الواحدة تاخد نفس السوا.
فجبت قلقاسية كده وسط، طبعا علشان خاطر انا وعيالي بس اللي هناكل منه. فجبت قلقاسية بس وسط كده، وهبدأ ان انا ايه اقشرها معاكم. ولازم السكينة تبقى حامية، انا السكينة ما كانتش حامية خالص معايا فتعبتني خالص. هنا طبعا القلقاس انا بعمله بطريقة ماما. فطريقة يعني الناس اللي هي الكبيرة بتاعت زمان، فالطريقة دي حلوة خالص. يعني انا عملته قبل كده ما غسلتش القلقاس، كانت طريقة حلوة. بس ديت الطريقة بتاعت اجدادنا، يعني الطريقة الحلوة اللي هم بيغسلوها، الطريقة اللي احنا ايه تربينا عليها. فبجد الطريقة ديت يعني انا يعني مهما حاجات تطلع جديدة ان القلقاس ما يتغسلش وان القلقاس مش عارفة ايه، لا برجع، يعني برجع لاصلي وبرجع لايه للي اللي انا اتعودت عليه. تمام. فهنا بقى هبدأ امسك كده القلقاسة بفوطة كده تبقى نظيفة، علشان القلقاسة بتتزحلق من ايدي. فهبدأ اقطع كده القلقاس، وزي ما قلت لكم لازم السكينة تبقى حامية. انا السكينة معايا ما كانتش حامية خالص فتعبتني في التقطيع. هنا قطعته كده بالشكل اللي انت شايفينه ده، وهبدأ ان انا اقطعه مكعبات. وكانت اللحمة على النار بتتسلق. هبدأ اقطع بقى بصوا هنا بقى كانت ايدي بجد خلاص. هنا هبدأ بقى اقطع مكعبات كده. القلقاسة بجد كان طعمها حلو خالص وما خدتش اي سوى. يعني قلقاس الشتا ما بياخدش سوى خالص في التسوية زي القلقاس بتاع الصيف. القلقاس الصيف بياخد شوية سوى، لكن القلقاس بتاع الشتا يا دوب غلوتين 3، بيقعد 5 دقايق كده على النار وبيبقى مستوي معاكم. هنا قطعت القلقاس بتاعي كله، وما حطيتلوش اي ميه ولا شطفته ولا اي حاجه. قطعته ورحت حط عليه معلقتين كده ملح كبار وليمونه. وبدأت اقلبهم في بعض. واول ما تقلبي كده الملح مع الليمون في القلقاس، اي مادة لزجة بتلاقيها بتنزل. فانا بسيبه حوالي نص ساعة كده لحد لما اللحمة تستوي. واول ما تستوي هبدأ بقى ايه اشطفه يجي 4 5 شطفات كده لحد لما تبقى المية بتاعت القلقاس بيضة كده والقلقاس ابيض وزي الفل. تمام. بصي اول ما بتتعك كده بتبدأ بقى كل المادة اللزجة اللي فيها بتنزل. الخل حلو خالص مع القلقاس والملح. بس كده خلصت بقى. اول باول انا بحب ايه اخلص كده الحاجه اللي تبقى مش نضيفه اللي تتوسخ مني بغسلها. يعني ما بخليش طبق مش نضيف في الحوض، علشان ابقى مخلصه الطبيخ كله ويبقى الحوض بتاعي نضيف ما فيهوش اي حاجه. كده بقى قعد ساعة معايا القلقاس في الملح والليمون. هبدأ بقى اشطفه حوالي 4 5 شطفات. زي يعني على قد ما تقدري تقعدي تشطفي في القلقاس لحد لما المية بتاعته ديت تبقى بيضة صافية كده وايه وجميل. هبدأ بقى اشطفه مرة تانية وتالتة ورابعة لحد لما القلقاس يبقى معايا زي الفل كده. لو وصلت لحد هنا بالله عليكم ما تنسوش اللايك عشان خاطر ربنا. لايك وقولولي انتوا بتتابعوني منين، من اني بلد، علشان وبرضه الجديدة اللي داخلة او الجديد اللي داخل اخش ارحب بيه يقولي هو بيتابعني منين. كده بشطفه تالت مرة، وهبدأ برضه هشطفه لحد لما هوريهولكوا كده يبقى ابيض كده شمعة منورة خالص. وكده بصوا القلقاسة بقت بيضة ازاي فلة.
بجد فله. وانا شطفته مرتين تاني بعد ما خلصت قفلت الكاميرا، وجبت السلق بتاعي كنت غسلاه مقطعاه مقرطفاه كده السلق. وهبدا ان انا احطه في الخلاط مع كوبايه من الميه علشان الخلاط يضرب معايا. وهبدا ان انا ايه احطه هنا. طبعا انا كنت عامله ممبار، يعني بقيت خلطه المحشي كان عندي ممبار هنا بسلق في الممبار بتاعي. انا كنت جايبه معاكم وانا بسلقه، بس اللقطه دي مش عارفه فين. هنا هبدا اطلع بقى الممبار بتاعي السرق كده. انا كنت عامله الممبار دوت بالخلطه، بس طبعا الممبار يعني احنا مش هناكله يعني ده طبعا كله، فانا عملته علشان اشيله في علبه في ديب فريزر. وكم واحده كده بنتي قالت لي يا ماما حمري لي كم واحده اكلها. هنا طبعا هاخد نص الشوربه علشان خاطر اسلق القلقاس. هنا هنزل بالقلقاس على الشوربه. بصوا يعني لون الشوربه بجد كانت جميله وصافيه. هقلب كده وهضرب السلق، وهبدأ اصفي المية بتاعه السلق زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. هنا ضربت السلق كده، هاخد المية بتاعه السلق والتفل بتاع السلق دوت هنشوف مع بعض هنحمره مع التومة. وهنا على النار التانية كنت بعمل لهم بحمرهم بطاطس عشان يتغدوا. بصي اللون بتاع القلقاس بجد كان جميل. بصوا مسافة بس ما نزلت المية وكان طعمه حلو خالص. شايفين لون القلقاس عامل ازاي؟ هنا هبدأ طبعا هنزل السلق بتاعي اللي هو التفل. فانا حسيته كتير فمش هحطه كله علشان ما يغمقليش اكتر من كده. هشيل نصه في الديب فريزر لما يبرد علشان لما اجي اعمل القلقاس يبقى عندي السلق. هنا شوحت فيه كده كويس، وبعد كده نزلت بمعلقة من السمنة البلدي وهبدأ اشوح فيه زي ما احنا شايفين كده. وبجد الاكل عجبني جدا جدا جدا. طب سلمي عليهم الاول. دي دخلت كده على طول. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا مش جدا. تسلمي على اصحابك؟ بس انا يعني اقول لهم ازيكم كويسين. وحشتوني جدا جدا جدا. كل شوية افضل اقول لماما عايزة انزل فيديو عشان اسلم عليهم. وحشوني جدا، وحشتوني جدا جدا جدا. والاكل طبعا ماما قلت لها يا ماما تسلم ايدك على الاكل اللي هي عملتهولي، بجد تحفة. بس هنا بقى عملت سلقت السلق، سلقت السلق مع التوم يعني حطيت عليه حوالي 10 فصوص توم. والتوم كده اول ما ريحته طلعت بدأت نزلت عليه بالشوربه. بصوا ادي اللحمه اهي استوت بصوا الشوربه طبعا والمحشي استوى بجد كان روعه. ومارينا طبعا الممبار كلته تاني يوم فبجد كان حلو خالص. وبصوا لون الشرب، لون الشوربه بتاعه القلقاس بجد كان طعمه حلو خالص. والقلقاس بصوا دايب. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى دعوه حلوه منكم ليا علشان حيث ما انزل لكم فيديوهات. باي.